مرحبا لأحلى متابعين، نورتوا القناة وإن شاء الله تضلوا بخير وصحة على طول. اليوم رح نحضر سوا أكلة طيبة كتير ومن قلب المطبخ الحلبي الأصيل. هي محشي برغل. هالمحشي مميز بنكهته ومختلف عن المحاشي العادية لأنه الحشوة فيه بالبرغل بدل الرز، وبيعطي طعم غني وخفيف بنفس الوقت، وكمان مليان بالخضروات المشكلة. يعني أكلة مو بس لذيذة، كمان صحية ومشبعة. تابعوا معي خطوة بخطوة لتشوفوا كيف بعمله بطريقة سهلة وبنفس النكهة الحلبية الأصيلة. بس بالبداية إذا أول مرة عم تشوفوني، أنا اسمي نور. لا تنسوا تشتركوا بقناتي ولايك وشير إذا عجبكم الفيديو. عندي كاسة ونص برغل خشن، وبالنسبة للخضروات كلها مقطعة ناعمة. عندي بندورتين، بصلتين، باقة بقدونس مفرومة، فليفلة خضرا وفليفلة حمرا، كوب حمص مسلوق، ونص باقة نعناع، ومعلقة صغيرة توم مهروس، معلقتين كبار دبس بندورة، معلقة كبيرة دبس فليفلة، ومعلقتين كبار سمنة، ربع كاسة دبس رمان، نص كاسة زيت زيتون، ومعلقة كبيرة ملح أو حسب الرغبة، ومعلقة كبيرة نعناع يابس، معلقة صغيرة بهار مشكل أو البهار الحلبي. وعندي 300 جرام لحمة مفرومة، بالإضافة للمكون الرئيسي الباذنجان عندي 2 كيلو. بالبداية راح أحمص البرغل بالسمنة، راح تعطي نكهة أطيب للمحشي. طبعا أنا غسلت البرغل وصفيته من المي قبل التحميص. بضيف السمنة، أو ممكن تستبدلوا السمنة بزيت الزيتون أو الزبدة حسب المتوفر عندكم. بس دابت السمنة بضيف البرغل وبقلبه لدقايق لحتى تتحمص حبات البرغل وتطلع ريحة التحميص لمدة تقريبا من 3 ل 4 دقايق. بعدها بطفي النار وبنتقل لتجهيز الحشوة. بضيف الخضروات فوق بعضها، بضيف البصل والفلفل الخضراء والحمراء والبقدونس المفروم والبندورة والنعناع والحمص المسلوق. أنا استعملت علبة حمص جاهزة، فيكن انتو تسلقوا الحمص على ايدكن. وضفت الثوم المهروس ودبس البندورة ودبس الفليفلة. بضيف اللحمة، وبالنسبة للحمة ممكن تضيفوها أو تستغنوا عنها إذا بدكن أكلة نباتية بدون لحمة. بضيف الملح والنعناع اليابس والبهار المشكل وزيت الزيتون، وبضيف دبس الرمان بمقدار ربع كاسة، وبالنهاية بضيف البرغل. بخلط كل هالمكونات مع بعضها كتير منيح، وبضيف كمان عصير ليمونة نسيت أحطها بالبداية مع باقي المكونات، وبخلط شوي. وهيك صارت حشوتي جاهزة. ممكن تذوقوها وتعدلوا الملح والحموضة حسب الرغبة. هون أنا جهزت الباذنجان وحفرته وغسلته من جوا ومن برا وصفيته من المي مثل ما لكم شايفين، وخليت وحدة لحتى تشوفوا كيف عم أحفره. بقطع بالسكين القمع الأخضر للباذنجانة، وبجيب حفارة حجمها مناسب وبحفرها بهالطريقة. بحاول أفضي كل اللب، وبرجع بحفرها لتصير بسماكة رقيقة. وهيك صار سماكتها مناسبة. بغسلها وبصفيها من المي قبل الحشي. جهزت الحشوة والباذنجان، ببدأ بالحشي. وعندي ملاحظة، الباذنجان اللي بستعمله لمحشي البرغل لازم يكون حجمه كبير شوي، أكبر من محشي الرز. وبحشي بهالطريقة، كل شوي بدق الباذنجانة لحتى تنزل الحشوة لتحت. وبمحشي البرغل لازم تكون الحشوة مليانة، لأنه البرغل بيختلف عن الرز، ما بينفش أثناء الطبخ. وكمان عنا كتير من الخضروات، والخضروات رح يقل حجمها بالطبخ. فلا تخافوا، احشوا الباذنجان كتير منيح، وحاولوا تكبسوا الحشوة لتحت لحتى تتملى كل الباذنجانة مثل ما موضح بالفيديو. وهيك صارت تمام. بحطها على طرف وبحشي الباقي بنفس الطريقة. كمان برجع بحشي الباذنجانة بنفس الطريقة وبمليها بالحشوة، وبدقها كل شوي لحتى تنزل الحشوة لتحت.
وبحاول أمليها للأخير. وإذا زادت بالنهاية حشوة وما بقي باذنجان عندكن فممكن تحشوا فليفلة أو بندورة إذا توفرت، راح تطلع كمان طعمتها كتير طيبة مع حشوة البرغل. جهزت الطنجرة وحطيت بالقاع شوية عضمات، راح تعطي نكهة كتير طيبة ودسامة للمحشي والمرقة. طبعا إذا ما توفرت عندكن ممكن تستغنوا عنها. وبطبق المحشي فوق العظم بهالطريقة، والحشوة اللي زادت عندي حشيتها بالفليفلة، راح تطلع كمان طعمتها كتير طيبة. بجهز لمرقة المحشي بصحن، بضيف معلقة كبيرة ملح وبضيف معلقة كبيرة نعناع يابس وحوالي راس توم مهروس و3 معالق كبيرة دبس البندورة، وبضيف حوالي 1.5 لتر مي، وبحرك لحتى تذوب كل هالمكونات بالمي. وبيبقى عندي إضافة ملح الليمون أو عصير الليمون إذا توفر، ما بضيفه هلأ، بضيفه بعد ما تغلي المرقة. بضيف المرقة فوق طنجرة المحشي لحتى ينغمر كله، وبتقل المحشي بتقلة خاصة، أو إذا ما هي متوفرة عندكم ممكن تحطوا صحن، وبغطي الطنجرة وبحطها على الغاز على نار عالية لحتى تغلي المرقة. وبس غلت المرقة بضيف معلقة صغيرة من ملح الليمون وبحركه شوي مع المرقة، وبدوق إذا لازم تعديل الملح أو الحمض بعدل. بغطي الطنجرة وبهدي النار على الأخير وبتركها لحتى يستوي المحشي، وبياخد وقت بعد ما تغلي المرقة حوالي ساعة أو أكتر شوي. وبتأكد إنه استوى إذا انقسمت الباذنجانة بسهولة. وهون استوى المحشي، لاحظوا لون المرقة ولمعة المحشي. بشيل الباذنجان من الطنجرة وبسكبه بصحن التقديم. وهي طبق المحشي ببرغل صار جاهز. لاحظوا لمعة الباذنجان وطراوته ولون المرقة الغني والحامض، ويا جماعة الريحة ولا أشهى من هيك. خلوني أجرب أول محشية. شوفوا الباذنجانة كيف عم تنقسم بسهولة، طرية ودايبة من جوا، والبرغل مستوي تمام والخضار طرية. ورح أضيف شوي من المرقة اللذيذة فوقها، رح تعطيها حموضة ونكهة كتير طيبة. عن جد محشي ولا أشهى من هيك. البرغل مستوي على الآخر، كل حبة ماسكة نكهة التتبيلة، والباذنجان طري لدرجة عم يدوب يتم ذوبان، والمرقة مكملة الطبق بطريقة رهيبة. هالوصفة إذا جربتوها رح تصير من الوصفات الأساسية، خصوصا للناس اللي بتحب الأكل الصحي وبنفس الوقت طيب ومشبع. ولهون وصلت لنهاية وصفتي لليوم، بتمنى تكون الوصفة عجبتكن. وإذا عجبكن الفيديو فضلا لا تنسوني من اللايك والشير وتفعيل زر الاشتراك والجرس ليصلكن كل جديد. وتحية مني أنا نور، مع السلامة.